السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل أكلة يعني مش مكلفة جدا وهتكفي البيت كله، وأكلة حلوة وطعمها حلو وصراحة غير مكلفة. احنا مش هنعملها بلحمة ولا أي حاجة، هنعملها كده. هي مسقعة. المسقعة طبعا مش هنحتاج فيها الا بتنجان، وهنحتاج قوطة، وهنحتاج كم قرن فلفل حامي او رومي براحتك، وهنحتاج بطاطس. البطاطس صراحة يعني حمرتها وفي جوه في الطاسة، وهنحتاج توم. هنشوف نقشر البتنجان ونقطعه الاول، وهنشوف كده هنعمل ايه واحدة واحدة مع بعضينا. شوف كده نكون قطعنا البتنجان، ما تقطعهوش رفيع قوي، انا قطعته بالطريقة دي. وطبعا البطاطس قطعتها صوابع بس تكون تخينة شوية، وحمرتها برضو في الزيت. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. كده حمرنا البطاطس الاول وبعد كده نحمر البتنجان. طبعا كده حبايبي كل حاجة هتبقى جاهزة. بالنسبة للبتنجان اهو اتحمر، ودي التوم فرمته بملح وكمون، دي البطاطس، وده الفلفل كله كده متحمر. تعالى هنشوف بقى هنعمل ايه. وهنا القوطة ضربتها في الخلاط. اول حاجة هنا نزلنا بزيت. احنا لازم نعمله بزيت مش بسمنة، علشان البتنجان متحمر بزيت والفلفل والبطاطس. كده هنضيف التومة، كده حبايبي نكون خلصنا المسقعة. طعمها جميل جدا وتكفي افراد العيلة كلها، وظبطي ملحها وظبطي الكمون بتاعها، وهتاكلي منها احلى مسقعة. وهي مسقعة اكيد من غير لحمة، بس حلوة قوي وطعمها حلو قوي. اديكم شايفين ظروف الدنيا وظروف الحياة اللي احنا فيها، محتاجة تغيير يوم كده ويوم كده. وممكن تعمليها على فكرة وتعينيها في التلاجة، يعني جنب فطار، جنب طعمية، جنب اي حاجة. اكيد انتوا عارفين الزيت اللي بنجيب منه اللي بيبقى مقلي في الشارع، اللي هو في المطاعم والحاجات اللي زي كده، بيبقى اسود قوي، حاجات مش مضمونة، كأننا بندخل في جسمنا سم مش اكل. فيا ريت نعملها في البيت، وممكن تعمليها على فكرة وتخزنيها بالاسبوع، تخرجي منها جنب الاكل، طعمها تحفة وجميلة جدا. واتمنى منكم تجربوها، ويا رب تنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.